ورحمة الله وبركاته. ما كانت أنا مسكينة وشكلت لكم تكونوا كلكم في أحسن حال. إيش فائدة تطبيق مساعدة؟ هذا مو تطبيق، أول ما تاخذ جهاز تلاقي هذا التطبيق. فائدته مرة حلوة. هو ما يقول لك هنا تطبيقات، يقول لك إذا الأشياء إذا ما تعرفها هذا يعلمك كيف. مثلا الأساسيات، المفتاح، التطبيقات مثلا تطبيق الاستوديو يكتب العام تجرب، تضغط هنا، يقول لك اضغط هنا، شوف يمين يسار كذا، يقول لك أصبر لتر هكذا. تطبيق حلو. ويقول لك دحين تمييز الوجوه، حدد صورة واحدة تحديد على الوجه الواحد الأقل. تضغط هنا يقول لك توم، هذا اسمه اكتمال. يعني عملية المساعدات هذه كذا تقراها. وهذا ده لما تضغط مرتين يطلع لك بالشكل، يقول له كذا كذا كذا، هو بيجيب لك بالصوت. والأساسيات الضبط أنا اكتشفت شيء واحد، تحكم بالصوت، صوتي. تروح هنا ما أعرف تضغط التحكم على الصوت كل شيء. يقول لك لما ندخل الكاميرا أهو كاميرا، دخلت الكاميرا، يقول لك تقدر تصور بصوتك انت شيز او كيف يصور. والحاجات كثيرة انت تكتشفها، تعلم عبر الانترنت. اساسيات مفتاح لوحة المفاتيح، حتى لوحة المفاتيح اول مرة اشوفها، شيء انا وقت شوف يقول لك واحدة تحكم تيجي هنا مثلا، يشوف تعلق هنا تلاقي اشياء بالصوت، تقول صوتي اشياء كثيرة. اصبر سوي نروح العدد هنا كذا، تحلق تكتبها انت. يقول لك محط انجليزي، هنا ارقام، وهنا ابتسامات، وهنا تغيير كذا النظام حقته. انا بخليه هذا اصبر ما سويت شيء. مثلا تعلق تروح فصل، يفصل لك تكتب زي كذا. كمان في شيء ثاني هو تقدر تحركهم الكيبورد عشان تبغى مثلا تبي تكتب اللي تحتك، تكتب مثلا هنا يتكون هذا هو اسمه. هاي اقرا زي كذا، اكتب يا تعب شوية غير كل الكلام. هذا هو فائدة المساعدة. مساعدة بس يكون الابل الاندرويد بس. كان معكم محمد، مع السلامة.